عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة جواد سناء أم ريان. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير العسل في الدار. فالطريقة اللي كنعتمد أنا كنحتاجو فيها 2 كيلو ديال السكر، يعني قالب. كنحتاجو يطرو ديال الماء، كنحتاجو حامضة مقطعة دوائر، 3 ديال الدوائر ديال البرتقال، كميمسه ديال فيها معلقه صغيره ديال حبوب الشاي العادي اللي كنعمرو به في الدار، وشويه ديال شي 3 د العويدات ديال القرفه. هنا عندي غير عويدات صغار فانا استعملت 5. نبداو على بركه الله. نديرو السكر في الطنجره. فهنا درنا السكر كله في طنجره الضغط. كنضيفوا له البرتقاله والحامض، نديرو العويدات ديال القرفه ديالنا، نزيدو عليهم هذيك الكميميسه اللي درنا فيها معلقه صغيره ديال حبوب الشاي. كنسدوها مزيان باش ما تحلش لينا اثناء الطهي وتوسخ لينا العسل. كنزيدو عليها 1 لتر ديال الماء، هنا انا عابره لتر. كنسدو عليه طنجره الضغط ونديرو فوق العافيه حتى يذوب السكر، ونجهد عليه العافيه. ومن بعد ملي تبدا تصفر الكوكوط كنحسب لها 35 دقيقه بالضبط ونطفي عليها. فمن بعد كدوز 35 دقيقه صافي كيكون العسل ديالنا موجود. فانا باش كنعرفو موجود كيكونوا هاد الحبات ديال الدوائر ديال الليمون والحامض كيخرجوا هكا معسلين بهاد الطريقه. كما كتشوفوا كنعرفوا العسل ديالنا بانها راها موجوده كما كتشوفوا في الصوره. كنجمعوهم كاملين، نحيدوهم نديرهم في واحد الشبيكه يستقطروا مع الكميميسه بطبيعه الحال اللي درنا فيها اتاي والعويدات ديال القرفه بهاد الطريقه. العسل راه باقي سخون، داكشي علاش كيبان لينا راه باقي جاري. كما كتشوفوا هذاك الليمون والحامض كيكون معسل بحال هكا باش كنعرفوه بان راه صافي راه موجود العسل. انا حيدت منها من قبل واحد معلقه كبيره ودرتها في الفريغو باش كتبين لينا العسل بان راها طايبه موجوده. من بعد كنزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال الروح ديال الزهر كتباع عند بائع الحلويات. كنزيدها فيها ونخلط. كنتفاداو نديرو الزهر هكاك باش ما يخسرش لينا العسل وما كتلصقش على الشباكيه، فكنفضل نديرو الروح ديال الزهر. وهي العسل ديالنا موجوده كما كتشوفوا، وبالصحه والراحه.